السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نكمل معكم سلسله ملخصات دروس الاجتماعيات اللي درناها باش نعاونكم على الاستعداد للامتحان اللي جاي. قبيله حطيت لكم فيديو فيه ملخص خطير جدا على درس روسيا ورهان التحول. دابا غنحط لكم ملخص على الحفاظ على الموارد الطبيعيه. اول حاجه خصك تكون ضابطه في الدرس وهي مفهوم الموارد الطبيعيه. شنو هي مورد طبيعي؟ هي اي حاجه كتوفرها لك الطبيعه من ثروات. تقدر تكون مثلا بترول، غاز، اسماك، حيوانات، نباتات، الخضره، التفاح، هادشي كله موارد طبيعيه. خصك تعرف الانواع ديالها. كتنقسم لثلاثه، عقل عليها مزيان. كاينه موارد متجدده بحال الماء والنباتات والحيوانات. ما معنى موارد متجدده؟ مثلا صيدنا الدجاجه باش ناكلوها، غادي نلقاو الدجاجه اللي غدا ليه كاينه في الغابه، فهمتيني؟ اولا ولدات البيض ديالها وداك البيض غيفقس يعطي كتاكيت، غيكبروا غيوليو دجاج. يعني ديما كاين تجدد. كاينه موارد غير متجدده بحال المعادن ومصادر الطاقه بحال البترول والغاز. ما معنى موارد غير متجدده؟ يعني ما كتولدش، ما كتكاثرش. البترول كيولد؟ لا، داكشي اللي كاين في الارض غيبقى البشر يستغلوا حتى يتقاضى. كذلك المعادن بحال الحديد، النحاس، الذهب الى اخره. كاينه موارد طبيعيه دائمه. ما هو المقصود بموارد دائمه؟ يعني ديما كاينه، ما عمرها ما غتسالى، بحال الرياح والطاقه الشمسيه، هادو ديما غيبقاو كاينين. عكس الموارد الغير متجدده والموارد المتجدده، هادو غيتقاضاو واحد النهار. دابا خاصنا نشوفوا الوضعيه ديال استعمال هاد الموارد الطبيعيه في المغرب. المغرب بحال اي دوله كيستغل الموارد الطبيعيه باش تقدر الدوله تمشى وتعيش. مثلا كنستعملوا المياه اللي كتراجع بوتيره عاليه كل سنه بسبب التبذير ديال الانسان المغربي وايضا ديال المصانع والشركات. عندنا ايضا الغابات كنستعملوها باش نخدموا الفراران، باش نصوبوا الطبالي الى اخره. ولكن هاد الغابات هذه كتراجع بواحد النسبه كبيره في العام، بنسبه 31 ألف هكتار في السنه، بسبب الرعي الجائر وقطع الاشجار العشوائي الى اخره. بالنسبه التربه ولات كتندثر وكتختفي بشكل كبير سنويا في المغرب بسبب ظواهر طبيعيه جايه من عند الله كبحال التعريه والتصحر، وبسبب افعال بشريه بحال التعمير. كنحيدوا الغابات او الاراضي الفلاحيه باش نبنيو العمارات. هادشي كيقضي على التربه الصالحه للزراعه. دابا خاصنا نشوفوا اليات الحفاظ على الموارد الطبيعيه في البلاد. شنو هما الاليات او الاشياء اللي كتقوم بهم المغرب باش يحافظ على هذه الموارد وما تقاضاش، حيت خصها تبقى باش الاجيال اللي جايه تقدر تعيش. المغرب كيعتمد على عده قوانين باش يحافظ على الموارد الطبيعيه، بحال القوانين ديال حمايه البيئه ومحاربه التلوث. هنا كاينين بزاف القوانين في الدستور المغربي اللي كتحث على مكافحه التلوث سواء المائي ولا الجوي ولا كما كان، وتدبير النفايات. يعني هذيك النفايات اللي كتكون في الطروات ديال الازبال حاشاكم، كيخصنا نشوفوا كيفاش نروسيكليوها، نعاودوا نخدموها باش ما تبقاش تضر البيئه. ايضا المغرب كيعتمد على قوانين في مجال الطاقه اللي كتحث على استعمال الطاقات المتجدده، وهادشي كيف ما كتشوفوا المشاريع ديال المغرب كلها غاده للطاقه المتجدده بحال الطاقه الشمسيه، الطاقه الريحيه الى اخره، اللي كتكون صديقه للبيئه. ايضا المغرب كيعتمد على قوانين اخرى اللي كتهدف لانشاء محميات وتدبير النفايات البلاستيكيه والحفاظ على شجر الاركان. كيف ما كتشوفوا في المغرب كاينين بزاف د المناطق الخضراء اللي كنسميوها المحميه. كيفاش محميه؟ يعني السلطه حاميه هذيك الحيوانات اللي كاينه تما باش بنادم ما يدخلش يبقى يصيد بشكل عشوائي ويقاضي دوك الحيوانات. دابا نكملوا. ايضا المغرب كيطبق بزاف البرامج اللي كتهدف الحفاظ على الموارد الطبيعيه وحمايه البيئه، بحال البرنامج الوطني اللي جا بمجموعه ديال الاهداف البيئيه، بحال مثلا الحفاظ على جوده النظم البيئيه والتنوع الاحيائي واصلاح الاوساط المتدهوره. هذا الهدف ديال هذا البرنامج الوطني كيقول باللي المغرب خاصو يحافظ على الاوساط البيئيه، يعني الغابات والبحار الى اخره، ويحافظ على التنوع الاحيائي. يعني هذوك الانواع د الحيوانات اللي عندنا في المغرب خصنا نحافظوا عليهم من الانقراض. ولا كانت شي اوساط بيئيه متدهوره، يعني قرابين تما الحيوانات ينقرضوا ولا الاشجار قربوا يموتوا، خصنا نمشيو ونعالجوا هذاك المشكل باش داكشي يبقى كاين في بلاصتو وما ينقرضش. ايضا هذا البرنامج جاب معاه اهداف اجتماعيه،
كتحث على تحسين الماء الصالح للشرب والتوفير ديالو للساكنه المغربيه وحمايه صحه المواطنين. وايضا جاب اهداف اقتصاديه بحال استثمار الموارد الطبيعيه اللي كتوفرها لنا الطبيعه بشكل عقلاني، وتشجيع المصانع على احترام البيئه والحفاظ على الثروه السمكيه. اذا هادو هما الاليات اللي كتخدم بهم بلادنا باش تحافظ على الموارد الطبيعيه. بقات لنا دابا المنهجيه ديال برنامج توعوي. هاد المنهجيه هذه كتختلف من مقرر الاخر. الا كنتي كتقرا مثلا في كتاب المنار فغتكون عندك الخطوات هي هذه، خطوات منهجيه انجاز حمله تحسيسيه. هي هذه الخطوات يمكن لك تفتح الكتاب المدرسي ديالك وتطالع عليها. الا كنتي كتقرا في كتاب جديد ف الخطوات ديال انشاء حمله تحسيسيه للحفاظ على الموارد الطبيعيه هي هذه كيف ما كتشوفوا. الصفحه ديالها 198 بالنسبه للجديد، وبالنسبه للمنار الصفحه ديالها هي 190. بهادشي كذا غنكونوا سالينا هذا الفيديو. ما تنساوش دابا تيليشارجيو هاد الخطاطه اللي خدمت معكم، غتلقاو الرابط ديالها في وصف هذا الفيديو وفي التعليق الاول. باي.